وحياكم الله حبايبي، شلونكم بنات؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة البال إن شاء الله. ورجعت وياكم اليوم بفيديو جديد، أكيد الفيديو راح يعجبكم وراح تستفادون من عنده. اليوم طبختنا بيها تحدي، طبعا تحديت مرت حماية قالت أني المندي مالتي أطيب من المندي مالتك، فقلت لها الطريقة شلون وكذا، فحكت لي الطريقة. قلت لها أنا طريقتي ما راح أقول لك إياها، راح أنشرها بالقناة وشوفيها. طبعا هنا أول شي بنات خلي نسلق الدجاج أنا مقطعته. إذا تحبون تخلون الدجاجة كاملة براحتكم، بس لين أنا وابني بالبيت أبونا ما موجود بالدوام، فقطعت الدجاج بهالشكل وخليته ينسلق سلق تمام. طبعا خليت التوابل اللي عندك ضيفيها بالدجاج. أنا ضفت بهارات السبعة، بهارات المندي، هاي الشغلات كلها انتو بعد معدلات وتعرفون شلون تطردون الزفرة مالت الدجاج. هنا بنات راح نسوي التمن. طبعا التمن أنا منقعته قبل 5 دقائق هيجي. وهنا بنات حمست بصل ثرمته ناعم، وثرمت وياه شوية من الفلفل الأخضر. إذا ما تحبون الفلفل تقدرون ما تثرموه، تخلوه يعني هيك فد شريحتين 3 كبار حتى بعدين تطلعوه من التمن. هنا ايش ضفت بنات؟ ضفت الدارسين، نومي بصرة، حبتين من الهيل، قرنفل. وبعد شنو ضفت بنات؟ ضفت التوابل مال المندي، ضروري يعني هو مندي لازم يصير بيه طعم او ريحة التوابل مال المندي. طبعا اذا ما عندكم بهارات المندي بنات كلش عادي، ضيفوا 7 البهار وضيفوا اي بهارات عندكم، كلش عادي يصير. والله هي نفس الشي التوابل مال المندي، بس ما أعرف ليش إلها مسميات ثانية. المهم بنات هنايا ورا ما حمست التوابل كلها ضفت التمن. طبعا التمن قلت لكم أنا منقعته، وضفت هنا الملح وحمسته يعني زين ويا التوابل، وبعدين ضفت له المي. بنات ضفت له المي، ما ضفت له السوب مال الدجاج. إذا أنتم تحبون تضيفون السوب مال الدجاج كلش عادي، بس أنا حبيت أطبخه بهالشكل هذا. هنا راح أتركه بنات إلى أن يستوي عندي ويتهدر. شوفوا بنات المي اللي ضفته على التمن، مجرد أني أغطيه، وهاي كلش كافي المي لأن أنا منقعته التمن، فما أضيف هواية مي. هسه هنا بنات تعالوا نحضر الصلصة اللي راح نمسح بيها الدجاج مالتنا ويصير مثل المندي الجاهز. طبعا هنا عندي لبن يعني خاثر، وهنا راح أعصر له عصرة من الليمون، وضفت له شوية من معجون الطماطة، وراح أخلط هاي المكونات كلها سوية. وهسه الإضافة اللاخ راح أضيف هنا عندي بابريكا، عندكم ضيفوا، ما عندكم لا تضيفون. وشوية من البهارات الفلفل الأسود، ضروري بهاي الخلطة بهارات المندي. وهنا ضفت قليل من الصبغة الحمراء مالت المندي، يعني هي صبغة غذائية، أي صبغ عندكم غذائي أحمر تقدرون تضيفون. طبعا هنا بنات تدرون شنو أنا ضفت اللون الأحمر؟ ضفت اللون الأحمر اللي نستعمله بالكيك الجاهز. أنا من أستعمل كيك جاهز ألون بيه الكريمة استعملت هاي الصبغة. وانتو بعد بكيفكم بنات، يعني لا تتقيدون بالصبغة، عندكم صبغة مال كيك، صبغة غذائية، هي بالحالتين اثنيناتن صبغات صحية وغذائية. وبالأخير ضفت ظرف من الماجي. هنا بنات راح شو اسوي؟ راح ألون الدجاج من الجهتين وأخليهم بالطباخ يعني بالفرن شوية يعني يستوون. طبعا هاي الصلصة مالت المندي كلش طيبة، يعني شقد ما أوصف لكم إياها كلش طيبة يعني. وأنا دا أمسح بالدجاج كل شوية يجون أولادي يأكلون من عتها. وهنا بنات مثل ما تشوفون غلفت الدجاج بالكامل. طبعا أنا الصينية مالت الفرن خليت لها العفو ما كان عندي ورق زبدة، فخليت لها سيليفون لأن ما حبيتها تتوسخ وتتعبني بالتنظيف. فدائما الشغلات اللي بالفرن أحب أفرش الصينية سيليفون وأشويها. هنا ضمينا أو خلينا الدجاج بالفرن، راح أخليه يستوي. وهسه بنات نرجع للتمن مالتنا بعد ما تهدر راح نلونه. هنا الصبغة الحمراء راح أضيفها لأن تعرفون المندي هو يعني معروف التمن تكون حباياته حمر أو ملونة،
فهنا بهالشكل خليت الصبغة الحمراء، وراح اخلي الصبغة الثانية طبعا خليت اللون الاخضر لان ما كان عندي لون اصفر. فانتوا بنات اذا تحبون تصبغوها كله التمن باللون الاحمر كلش عادي. اصلا هو اصل المندي التمن يكون كله احمر، بس اني حبيت يعني انوع وانطي جمالية للتمن اكثر. فهنا مثل ما تشوفون سويته بهالطريقة هاي، وراح اخليه على النار بنات، ما اقلبه مباشرة، بس اخلي الصبغة واقلبه مباشرة كل التمن راح يخرب عندي اللون، ما يطلع اللون اللي اريده. فاني اريد الحبايات مال التمن تطلع كل حباية بلون بهالشكل هذا. طبعا ورا ما تركته تقريبا 4 دقائق 5 دقائق، ورجعت قلبت التمن وشوفوا الالوان مالته كل حباية بلون. فهذه بنات يعني ملاحظة انتبهوا لها، من تخلون الصبغة لا تقلبوا مباشرة، اتركوها على النار وبعدين رجعوا قلبوها. هسه الخطوة الثانية بنات، هنا عندي اخذت القشر مال البصل، يعني قطعة من البصل، وخليت السيليفون داير ما دايرة، والدجاج هنا اللي شويناه بالفرن طبعا طلعته وخليته بالجدرية لأن راح أبخره بالفحم. فهنا شوفوا بنات اللون مال الدجاج مستوي، ويعني أكثر من روعة. والحلو بيه يعني ما خليته يقسب زايد ييبس عندي بالفرن. انتبهوا لهاي النقطة بنات، لا تيبسون الدجاج بالفرن. طبعا بنات مسألة الفحم هنا ضروري هذه المرحلة انه تحرقون او تشعلون الفحمة وتخلوها بالجدر وتخلون فوقها قطرات من الزيت. يعني هاي ضرورية، لا تقولين اسوي المندي بدون فحم يصير، لا ما يصير بنات، ضروري تبخرون المندي مالتكم بالفحم. الفحماية يشعلوها زايد، مو مثلي شعلوها نص شعلة. طبعا هنا ما شعلتها زايد لان كلش مستعجلة، وتبخر زين التمن الحمد لله، والدجاج هم تبخر، يعني ماشية الأمور تمام. هنا ورا ما تبخر وخرت الدجاج وقلبت التمن حتى البخار كله يتغلغل بداخل التمن، وبعدين صبيته بالصينية. المندي ما يصير نصبه بمواعين، تعرفون هاي النقطة. وهنا طبعا حمست شوية من اللوز خليته فوقه للتزيين. وهنا الدجاج صفطته بهالطريقة هاي. ما احكي لكم الطعم بنات، جربوا هاي الطريقة وتحدوا اكبر واحد بطريقة المندي. وهذا كان التحدي بيني وبين مرت حماية، لان ابنها اجى اتغدى يمنا وقال عم ما شاء الله المندي مالتك يجنن. وان شاء الله بنات انتم هم راح تجربوه وراح تنطوني رأيكم به. ولهنا وراح اترككم بامان الله وحفظه، التقيكم بفيديو ثاني ومع الف سلامة.